هو ليه معظم الناس فاكرين ان الشياكة هي الفلوس وانك تشتري لبس غالي وتمشي ورا الترند، مع ان في دراسات كتير اتعملت في موضوع الشياكة والجاذبية، واكتر من 85% من الدراسات دي اجتمعوا على نقطة واحدة بس، وهي ان الستايل الحلو بيبدأ منك انت، وانت دي تحتها 4 عناصر اساسية مفيش غنى عنها. أول خطوة اعرف شكل جسمك. عشان تختار اللبس المناسب ليك لازم تعرف الأول شكل جسمك، وعلى أساسه هتحدد إيه هي الستايلات اللي بتمشي معاك. وعشان تبدأ في ده لازم تعرف عرض كتفك وبطنك ووسطك وتبدأ تقارنهم ببعض عشان تعرف نوع جسمك. فتعال نتكلم شوية عن الأنواع دي مع بعض. أول نوع، لو بطنك أعرض من وسطك وكتفك أنت كده أو شيب، والستايلات اللي هتليق معاك البنطلونات الواسعة شوية من تحت زي البوي فريند أو الوايد ليج، وابعد عن الحاجات اللي بتشد العين للجزء العلوي من جسمك زي التيشيرتات اللي فيها طباعة كبيرة، وخليك في القمصان الريجولار فيت. وتاني نوع هو البير شيب او المثلث، وسطك بيبقى اعرض من بطنك وكتفك. عشان تعالج المشكله دي اختار تيشيرتات او قمصان تشد الانتباه للجزء العلوي من جسمك وتبين كتفك اكبر. وخليك في البنطلونات الستريت او المستقيمه، دي هتساعدك تعمل تناسق في شكل جسمك. وتالت شكل هو الاي، ان وسطك وبطنك وكتفك يبقوا قد بعض، وده اسهل شكل فيهم عشان اغلب المصممين بيعملوا التصميمات بتاعتهم على النوع ده من الاجسام. بس ابعد عن الستايلات الاوفر سايز والفضفاضه قوي عشان هتخلي شكل جسمك صغير وكانك واقع في الهدوم. وهنا بقى نوصل لاخر نوع، الفي شيب، وده يعتبر الشكل المثالي اللي كل الهدوم بتليق عليه بسهوله، وده موجود عند معظم الرياضيين. والحلو في الشكل ده ان اي حد ممكن يوصل له لو اتمرن شويه وعمل مجهود. هنا بقى نتنقل للخطوه الثانيه، جسمك هو استثمارك، علشان كده لازم تهتم بيه وتمارس رياضه انت بتحبها على الاقل 3 مرات في الاسبوع، وتلتزم بنظام غذائي صحي، عشان ده بكل بساطه هيساعدك تخسر دهون وتبني عضلات تخلي شكلك حلو وكمان تقلل العرق. وهنا نتكلم عن جزء مهم من اهتمامك بنفسك، وهو النظافة الشخصية، ودي من الأساسيات اللي لو مش موجودة ممكن تبوظ كل حاجة. علشان كده في روتين بسيط لازم تحافظ عليه ويبقى جزء من يومك. رقم واحد، إنك تستحمى على الأقل مرة في اليوم بمية ساقعة، وبعد ما تستحمى تستخدم مزيل عرق أو بادي سبراي. وآخر حاجة في الروتين البسيط ده إنك تغسل سنانك مرتين في اليوم. خليك عارف إن الروتين ده مش رفاهية، ده من الأساسيات اللي لازم تحافظ عليها في يومك. احنا كده خلصنا كلام عن الشكل الخارجي، وهنتكلم دلوقتي عن شخصيتك وتفكيرك وازاي بيأثروا على شكلك. واول نقطة في الجزء ده هي البادي لانجوج، ودي الطريقة اللي جسمك بيبين بيها انت واثق في نفسك ولا لا. وده مش بس هيفرق في شكلك، ده كمان هيفرق في نظرة الناس ليك. عشان كده لازم تتعلم تحافظ على التواصل البصري، وانت بتتكلم صوتك يبقى واضح وحركة جسمك هادية ومتزنة. اخر نقطة ممكن نعتبرها نصيحة اكتر ما هي معلومة، بلاش تختار لبسك علشان تبهر الناس اللي حواليك، انت كده بتحول نفسك للوحة اعلانية ماشية. بتاخد قيمتك من رضا الناس عنك، انت قيمتك فيك انت شخصيا مش في لبسك ولا انك تبهر الناس. علشان كده اختار لبسك وحسن منه علشان ترضي نفسك مش عشان ترضي الناس. ولو عايز تحسن من شخصيتك وشكلك وكمان تطور من طريقة تفكيرك، ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتفعل الجرس.